بإذن الله. قناة برتغالية جايبة خبر مهم قوي. فجرت قناة RTP البرتغالية الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت إن منتخب الكاميرون اقترف خطأ إداريا فادحا. خلوا بالكم من الخبر ده. انتظر يا يوسف لحد ما نقول الكلام ده مهم قوي، الخبر ده مهم قوي. منتخبنا يشوف الكلام ده، اتحاد الكرة يشوف الكلام اللي أنا هقراه دلوقتي. قناة برتغالية اللي قالت الكلام ده، إن منتخب الكاميرون لكرة القدم اقترف خطأ إداريا فادحا في مباراة النهائي، حيث أفادت القناة البرتغالية بأن منتخب الكاميرون أشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة اللي جرت أمس بنيامين موكانجو مدافع نادي لوريان الفرنسي والمنتخب الكاميروني، وهو سبب كافي لإبطال نتيجة المباراة وتجريد المنتخب الكاميروني من لقبه القاري ومنحه المنتخب المصري. وأضافت القناة بأن المدافع الكاميروني ذو 28 عاما قد تحصل على بطاقة صفراء بعدما احتج على بعض القرارات التحكيمية بعد انتهاء الشوط الإضافي الأول من مباراة الكاميرون والسنغال في مباراة ربع النهائي اللي فازت فيها الكاميرون على السنغال بضربات الترجيح، قبل أن يحصل اللاعب ذاته على بطاقة صفراء أخرى في مباراة نصف النهائي ضد غانا التي انتهت لصالح الكاميرون أيضا بنتيجة هدفين دون رد. قالت القناة البرتغالية إن البطاقة التي نالها اللاعب في مباراة السنغال لم يتم عرضها أو تطرق لها في الكثير من الفضائيات الناقلة للمباراة في حينها، نظرا لأنه نالها بين الشوطين الإضافيين، فلذلك لم يتم تسليط الأضواء عليها والتحدث عنها، ولكنها حالة فارقة تستوجب من المصريين. اتحاد الكورة، اتحاد كرة القدم، حاولوا توصلوا لنا للاتحاد من الاتحاد فورا نقدر نوصل هيعملوا ايه بسرعة في هذا الامر. تستوجب من المصريين تقديم احتجاج رسمي على هذه الحالة التي حرمتهم من التتويج باللقب القاري المرة الثامنة في تاريخهم والمشاركة في كأس القارات بروسيا بعد 4 أشهر اللي هتكون في يونيو القادم. إذن قناة برتغالية بتكشف مفاجأة من العيار الثقيل، انه الكاميرون اشركت لاعب المفترض انه ما يكونش مشارك اللي هو بنيامين موكانجو مدافع نادي لوريان الفرنسي. اشركوا موكانجو في المباراة وما كانش المفترض انه يشارك لانه خد انذارين، واحد في ماتش السنغال وواحد في ماتش غانا. كان مفترض زي ما كهربا كده ما شاركش، كان مفترض يكون هو بره ولا يشارك في هذه المباراة. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تحرك عاجل من اتحاد كرة القدم المصري لتقديم احتجاج سريع جدا جدا النهاردة قبل بكرة للحرامي عيسى حياته. تاني للحرامي عيسى حياته. نشوف بسرعة الكلام ده بتاع القناة البرتغالية ده بسرعة، ده مش محتاج فتاكة. نشوف على طول الانذارات ونشوف ونراجع الكلام ده سريعا. اتحاد كرة القدم المصري لو سمحتوا سريعا نشوف هذا الأمر.